المغرب والولايات المتحدة يترأسان مؤتمر مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. تترأس وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي السفيرة بوني جانكيز اليوم الاثنين وفد الولايات المتحدة إلى الرباط ومراكش في زيارة تستغرق 5 أيام للمشاركة في الاجتماع السياسي رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشاملة BSI. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن جانكيز ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رضوان الحسيني يتشاركان في رئاسة هذا الحدث الذي يهدف إلى تشجيع البلدان الإفريقية على تأييد هذه المبادرة، وهي جهد عالمي دائمة لوقف انتشار أسلحة الدمار الشاملة. وفي الاجتماع السياسي رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشاملة، وهو الأكبر على الإطلاق في القارة الإفريقية، ستلقي جانكيز البيان الوطني للولايات المتحدة وتعقيد اجتماعات ثنائية مع نظرائها من الدول المشاركة، وتحضر عرضا حيا للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي الذي يعرض فرص بناء القدرات لشركاء الاجتماع السياسي رفيع المستوى. وأثناء وجودها في الرباط ستعقد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعا مع وزير الخارجية ناصر بوريطة لمناقشة تعاون ثنائي بين الولايات المتحدة والمغرب والأمن في إفريقيا. نشكركم على حسن المتابعة.